ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ده موسم الرمان، ولازم طالما في رمان في السوق يبقى نستغله ونعمله بكذا طريقة وبكذا صنف. النهاردة هنعمله بكذا طريقة، والرمان فوائده كتيرة جدا جدا، بيعزز المناعة، بيقوي القلب، فيه مضادات أكسدة، وطالما هو فاكهة وطعام أهل الجنة يبقى أكيد فيه فوائد رهيبة، سواء عرفناها أو ما عرفناهاش. هو مغذي جدا، لازم تدخلوه في الأكل وتاكلوه كتير في الموسم بتاعه وهو حلو وفريش كده. يلا نشوف بقى انهي رمانه اللي هتبقى لونها احمر من جوه وغامق زي ما الناس بتقول. وتعالوا بصوا انا فتحت الرمان شكله عامل ازاي من جوه، سواء الغامقه او الفاتحه، الاتنين ما شاء الله حلوين قوي. وواضح ان دوت عشان ان هو الموسم بتاعه، فطبعا حاولوا تستغلوه وتجيبوه كتير الفتره دي قبل ما يمشي وتاكلوه وتاكلوا الولاد. دي حاجه كمان، ممكن تشيلوا كيسين كده ولا حاجه في الفريزر تعملوه عصير في رمضان، بيبقى طعمه حلو قوي ومغذي وصحي كمان. بدل يعني في رمضان بدل العصاير الجاهزه الملونه بتبقى مش صحيه خالص وكلها الوان صناعيه، فاستفيد بالفاكهه وهي في الموسم بتاعها كده. هم كيسين كده بس من كل صنف. يعني دلوقتي الرمان موجود، ممكن ناخد كيسين منه ونشيلهم في الفريزر مش هيخسروا معانا. الجوافه موجوده كمان، ممكن برضو نعمل نفس القصه ونخزن كيسين كده لشهر رمضان. لما كل صنف تاخدي منه كيسين 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 هتلاقي عندك عصاير طبيعيه وجاهزه وفريش وطعمها حلو، غير خالص العصاير والالوان المصنعه. كمان لسه المانجا موجوده، مانجايتين كده من اي نوع موجود حاليا للعصر، هتبقى برضو حلوه، احلى بكتير من مشروبات سريعه التحضير. هفتح بقى معاكم دي عشان نشوفها برضو. شايفين؟ بصوا ما شاء الله، بجد بجد الحمد لله كلهم طلعوا حلوين، مفيش ولا واحده فاتحه ولا اي حاجه. بصوا من جوه عامله ازاي، ما شاء الله تبارك الله. هجيب بقى اي بوله كده او طبق كبير وابتدي افصص كل الرمان اللي عندي. عايزين تفصصوه كده بايديكم، عايزين، انا بعمله كده بايدي، مش مستاهل اساسا نقعد نخبط ونصدع دماغنا. انا مش بحب حوار نخبط بحاجه ده، بحس ان انا صدعت صراحه. فبايدينا كده ما بياخدش اي وقت، ولو بيوسخ ايدك او ما بيخليها لونها غمق ممكن تلبسي اي جلافز كده. هنا بقى على ما نخلص كميه الرمان كلها هنبتدي، طبعا طالما معانا رمان يبقى لازم ندخل معاه البنجر. البنجر من الحاجات برضو المفيدة جدا، مفيد، فيه كمية حديد، فيه فيتامين ج، فيه مغنيسيوم، بجد بجد مهم جدا ومفيد قوي قوي قوي. طبعا الولاد عمرهم ما هياكلوا البنجر الا من رحم ربي يعني، فانتي ممكن تعصريه وتحطيه مع الرمان، هيديه قيمه غذائيه وكميه حديد حلوه جدا ومش هيحسوا بطعمها. بس ما تكتريش، يعني احنا ندخله لهم واحده واحده لحد ما يستساغوا طعمه، لان البنجر برضو من الحاجات اللي طعمها بتبقى ليها طعم واضح يعني، فلو كترتي منه طعمه هيبان، فما نكترش. وفي نفس الوقت حاجه ندخله كده مع الفواكه هيبقى طعمه حلو ومغذي جدا. اهم حاجه عندي في البنجر ان لازم وانتي بتاكليه يبقى مع الاكل او من ضمن الاكل فيتامين سي. فيتامين سي عشان هو البنجر كله حديد، فلما بتحطي اي حاجه فيها حديد لو كلتي معاها فيتامين سي ده بيحسن وبيسهل امتصاص الجسم ليه. فحاولي وانتي بتاكلي بنجر او اي حاجه فيها حديد يبقى معاها اي حاجه فيتامين سي، اللي هو ابسط حاجه عصره ليمون او نص ليمونه كده على اي حاجه انتي بتاكليها او من ضمن الاكل. ده طبعا احنا بنجيبه كله طين، فبالسكينه كده بفضل اكحته اكحته اكحته، واقطع من هنا واقطع من هنا واكحته كويس قوي، واغسله من الطين كويس عشان ما يجراش فيه حاجه. انا هاخد الكميه دي نصها هغسلها، وواحده تانية عاديه خالص ممكن ابشرها عشان نعمل بيها العصير بتاعنا. تعالوا بقى نحضر اول طريقه النهارده معانا، وهي عصير الرمان. هبتدي هنحط الرمان
وهنا ده بشرت البنجر من غير ما اسلقه عشان استفيد باكبر قيمة غذائية منه. طبعا لو انتوا بتجربوه اول مرة ما تكتروش عشان لحد ما تستساغوا او تحبوا طعمه. طبعا قلنا عشان الحديد هنضيف عصرة ليمون، هنضيف بدل السكر هنضيف العسل الابيض للتحلية بديل السكر. وبس كده هنضربه ضربة سريعة ونرجع لكم تاني. لازم نصفي بقى العصير بتاعنا عشان باقي البنجر وكمان بذر الرمان بيبقى دايما ما يبقاش يعني مضايقنا واحنا بنشرب العصير. بصوا اللون كمان ما شاء الله مفيد جدا جدا. عصير ما شاء الله فيتامينات ومعادن وكل حاجه، بس اشربوه فريش يعني ما تحطوش في الثلاجه. ممكن تحطوا فيه قطع ثلج لو عايزينه ساقع عشان دايما تستفادوا بالقيمه الغذائيه اللي في العصير كلها. فده اول مشروب معانا، مشروب الرمان والبنجر، بجد رهيب وطعمه حلو لذيذ محدش هيحس بيه، وكمان مغذي جدا 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 لينا وللصغيرين وللكبار لكل الناس، وكمان طبعا في فايده رهيبه للحوامل. وهنا عملنا الرمان كله فصصناه، وممكن كمان طعمه يتاكل كده حلو من غير اضافه سكر او عسل او اي حاجه، مش مزز ومش مر ولا حاجه، في تسكيره بسيطه كده. بقى هنا هنضيف عليه رشه من السكر بعد ما بنسيبه بقى ساعتين 3 كده في التلاجة لحد ما السكر يدوب وينزل شويه ميه. هبتدي بقى اغرفه في طبق التقديم او كوبايه او كاس اي حاجه ونقدمه كده. ودي طبعا الطريقه اللي احنا التقليديه بتاعت امهاتنا زمان، ونقدمه كده وبألف هنا وشفا. وهنا ده البنجر بعد ما سلقناه، هقشره بقى ونقطعه سوا. طبعا انتوا لو حابين ان انتوا ما تسلقوهاش عشان تستفادوا باكبر قيمه غذائيه ليها ما تسلقوهاش، او سلقه خفيفه. انا احيانا بتجنب ده ان انا بسلقها صحيحه عشان تبقى محتفظه جواها بالفيتامينات والحاجات اللي فيها. وادي البنجرايه بتاعتي هنقطعها بقى. شايفين دوت مسكر وهو سكري يعني، فبيبقى فيه نسبه سكر. تعالوا بقى نعمل تاني طبق معانا، وانا استغليت ان معايا البنجر هعمل لكم برضو طريقه حلوه قوي. ده البنجر قطعناه شرايح كده اللي هي دايره وبعدين قسمتها نصين، ومعانا تفاحيه. هنبتدي بقى نعمل الطبق ده ونقطع التفاحه زي البنجر كده بالظبط، نص دايره زي ما قطعنا البنجر. كان الشتاء بالليل بيجوع وبيبقى نفسنا ناكل حاجه كده، فالحاجات دي يا جماعه مغذيه وصحيه وفي نفس الوقت ما تديكيش سعرات حراريه كبيره، ومغذيه جدا ومشبعه كمان. يعني التفاح من الحاجات المشبعه اللي دايما يكتبوه في الدايت وفي الاكل الصحي، والبنجر طبعا مش قادره اقول لكم. يعني اكتبوا بس في جوجل كده فوائد البنجر او الشمندر زي ما يكون. اضيف الاتنين على بعض، وكمان احط عليهم زي ما اتفقنا ده عشان فيه حديد يبقى عصره ليمون اللي هو فيتامين سي. يعني بما ان التفاح فيه فانا ممكن استغنى عن الخطوه دي، وبس هضيف نص معلقه كده من العسل، وبس كده بقى الصنف عندنا جاهز. نيجي بقى النهارده لاهم طبق معانا، هنحط رمان وهنضيف عليه البنجر بعد ما سلقناه وقطعناه مكعبات كده. حابين ما تسلقوهوش يبقى ممكن تبشروه عشان ما يبقاش ناشف قوي واحنا بناكل. عصير ليمون، وعسل طبعا، وبس كده بقى عندنا احلى سلطه او حلو او اي حاجه كده، سلطه فواكه جاهزه وطعمها خرافي. قلبها كلها وبس كده. والنهارده عملنا مع بعض شويه وصفات حلو كده بالرمان والبنجر. طبعا البنجر ممكن تعملوه حادق، تحطي عليه مثلا بصل احمر متقطع وتحطي بقدونس وشويه برده ليمون وشويه ملح وفلفل. بس انا كل واحد طبعا الاكل اذواق، انا بحب البنجر يبقى مسكر شويه، ما بحبش احط عليه ملح، فلو انت بتحبي ملح ممكن تحطيه. وطبعا هو موجود دايما طول السنه، حاولي ان انت، انا كمان ممكن احطه في الصلصه بتاعه الطماطم، في الصلصه اللي انا بسبكها واشيلها في الفريزر، جميع الصلصات بحطه فيها، بس برده
قطعه صغيره عشان طعمها ما يغيرش، لانه مفيد جدا جدا زي ما قلنا. خليه كمان شيلي منه مثلا في الفريزر، او وقت رمضان ان شاء الله هاتيه مع عصير الكركديه، حطي كده قطعه بيديله لون حلو وكمان قيمه وفايده غذائيه كبيره جدا. فالنهارده عملنا مع بعض كذا صنف. عملنا سلطه الفواكه، البنجر مع الرمان والعسل والليمون، ما تنسوش الليمون دايما مع البنجر. وعملنا كمان الرمان العادي خالص اللي هو بالسكر، يعني لو انت مش حابه تجيبي اي نوع تاني فاكتفي بيه كده، برده طعمه حلو جدا ومغذي جدا. شويه رمان يتاكليهم كده لو مسكر، او حطي عليهم سكر. هنا عملنا برده، وهنا عملنا كمان سلطه البنجر مع التفاح، حلوه قوي ومشبعه كمان الناس اللي عاملين دايت او اكل صحي، او بالليل كده عايزين حاجه صحيه مشبعه. واخيرا عملنا عصير الرمان، بجد رائع ووهمي وجميل جدا جدا جدا، لونه وقيمته الغذائيه كمان عاليه. انا بالنسبه لي هفضل عصير الرمان اول حاجه، لانه البنجر كان فيه فريش وما سلقناهوش، فهو محتفظ بكل القيمه الغذائيه بتاعته. بس اهم حاجه اول ما تعملي العصير طبعا لازم تشربيه على طول في وقتها. كمان السلطه دي حلوه جدا. ساعات كتيره لو مش موجود رمان بقطع البنجر عليه عسل وليمون، بيبقى حلو قوي جنب الاكل، او لو عندك عزومه او في بنحطه كده زي سلطه الكول سلو. فاتمنى النهارده فدي كانت وصفاتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. زي ما قلت لكم اكتبوا كده وافتحوا جوجل وشوفوا اهميه الرمان والبنجر لصحه القلب، للجهاز الهضمي، للمناعه، بيزود المناعه، في مضادات اكسده، في حديد، في مغنيسيوم، في فيتامين ج البنجر. فحاجه كده صراحه يعني لا غنى عنها، وكمان سعرها قليل قوي. فبدل ما بنقعد معظم الناس، في ناس كتيره بتفضل تاخد فيتامينز وفيتامينات كده كبسولات او برشام، لكن الاكل موجود اهو، في قيمه غذائيه، نحاول نستغلها. يعني يا ريت كلنا نحافظ على صحتنا لانها كنز كده. النهارده الفيديو صحي جدا ومفيد جدا جربوه وهتلاقوا كمان طعمه حلو مش وحش خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك، ودايما شجعونا عشان نكمل سوا واقدم لكم كل الوصفات اللي انتوا حابينها واللي بتكتبوها لي وبتبعتوها لي كمان. بحبكم وتوحشوني، وسلام عليكم.